السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في الحلقة الثالثة من كيف الثبات على الطريق. والقاعدة الثالثة اليوم معنا: ما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. تدبر هذه القاعدة فالزم. إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا بيانها. الجزء الأول من هذه القاعدة: ما لا يكون بالله لا يكون. العبد ضعيف، خلق في الأصل محتاجا فقيرا. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، بأصل خلقتك ضعف. والله هو الموفق المسدد. الله هو الذي يصطفي ويختار، فالسير في الطريق إلى الله مبني على الاصطفاء والاختيار. فإذا اختارك واصطفاك هيئك، فأنت ضعيف، لا طاقة لك، أنت ضعيف، لا قوة لك ولا قدرة لك ولا حول لك إلا أن تكون بالله. فما لا يكون بالله لا يكون. فالذي أتى بك إلى المسجد الله، والذي أنطق فأسمع الله. الله هو الذي اجتباك وجعلك من الملتزمين. أخي في الله، حبيبي في الله، على طريق الحق للوصول إلى الله إلزم. إياك نعبد وإياك نستعين. تبرأ من حولك وقوتك والجأ إلى حول الله وقوته، واستعن بالله. استعن به وتوجه إليه واطلب من استعن به وحده يكن لك. كما قال العلماء: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. احفظ الله يحفظك. والأعجب منها: احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده معك في اتجاهك، في اتجاه الذي تريده تجده. كثير منا حين يسير في الطريق إلى الله فيصيبه الفتور أو يفتن فيتراجع، يظل طيلة الوقت يسأل عن السبيل للرجوع ويعلم أسباب الرجوع ويأخذ بالأسباب وينسى الله. فلا تؤتي الأسباب بثمرتها. تقول له افعل كذا يقول فعلت، افعل كذا يقول فعلت، افعل فعلت، فعلت فعلت، ولم يتغير شيئا، لأنك لم تلجأ إلى الله ولم تستعين بالله. فلن تجد الثمرة ولا يوجد ولن توجد إلا بالله. وتأمل هذا الحديث القدسي العظيم. قال تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم كلكم إلا من سأل الله فأعطاه. فلن تؤتى شيئا إلا وعند الله خزائنه، لكن ينزله بقدر معلوم. فاستعن بالله يعينك، واستهد الله يهديك، وهكذا. ما لا يكون بالله لا يكون. فكن لله يكن لك، وإلا فالضياع والتيه ثم الهلكة عياذا بالله. ومن يعتصم بالله
فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما الجزء الثاني من هذه القاعدة: وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. إخوتي في الله، ما كان لغير الله يضمحل ويتلاشى كالرسم على رمال الشاطئ تمحوه أمواج البحر. نعم، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فهؤلاء الذين يدخلون الطريق إلى الله لشهوة أو للهو أو لحظ نفس لا ينفعون ولا ينتفعون، ولا يستطيع أحدهم أن يتم عملا ولو كان بسيطا. وحين يبدأ في مشروع خطير خير كطلب علم أو عبادة أو دعوة إلى الله تجده ينقطع ولا يداوم عليه. ونسأل ما السر؟ إن السر لعدم القبول هو وجود حظ للنفس في العمل. نعم، سل نفسك: عملك لمن؟ واصدق ولا تتهرب، فالأمر جدا خطير. ألا تخاف من هذه الكلمة التي تقض المضاجع؟ عملت ليقال وقد قيل، فالأجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. اعلم إنك إذا صليت ثم خرجت فلم تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، اعلم ما صليت لله، فلو صليت لأعطاك الثمرة. وإذا حفظت القرآن فلم تزجرك نواهيه ولم تزلك أوامره، فاعلم أنك لم تحفظ لله، فالله شكور يشكر على القليل. إذا عملت له عملا لابد أن يثيبك ويشكرك عليه ويعطيك منه، فإذا لم تعطى فاتهم عملك. اتهم عملك، فإن المعبود كريم. فالإخلاص الإخلاص وإلا الضياع، الإخلاص وإلا الشرود عن طريق الله، الإخلاص حتى لا تضل السبيل، الإخلاص نور الطريق. فابدأ من الآن، وكن بكلك لله. اخلص وإلا فلا تتعنى، اخلص وإلا فالخسار والدمار وخراب الديار والعياذ بالله. ما لا يكون بالله لا يكون، احفظها. وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم. فاستعينوا وأخلصوا لله والزموا. إياك نعبد وإياك نستعين، تصلوا إلى الله بأمان واطمئنان. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من المتقين، وثبتنا على الطريق وأمتنا على الطريق يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وجنين وكل بقاع الأرض يا رب العالمين، في سوريا والسودان واليمن، وانصر الإسلام والمسلمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.